اسكندريه ليه؟ اجربه. احنا هنا حرفيا بنتكلم عن مستوى طياره مش قطر عادي. اوصل مش مرهق. اعتقد ان في شفط. النهارده موجودين في قطار التالجو، احدث قطار اسباني انضم لسكك حديد مصر. القطر اللي بيقدم رفاهيات ما كانتش موجوده قبل كده في القطارات هنا في مصر. القطر اللي بدايه تشغيله النهارده، واحنا حاليا في اول رحله للقطر في مصر. قبل ما نبدا، لو محتاجين تعرفوا اي اخبار عن السيارات هتلاقوا على موقع سيارات مصر eg-car.com، واي اخبار عامه هتلاقوها على موقع مصر 24 eg24.com، واي كتب هتحتاجوا تحملوها الفتره اللي جايه ان شاء الله قريب جدا هتكون موجوده على المكتبه الالكترونيه bookpedia.com. مبروك عليك. رايح اسكندريه ليه؟ اجربه. رايح تجرب بس مالكش مصلحه في اسكندريه. لا اجرب النهارده. طب يلا بسلامة ان شاء الله، باذن الله تتبسط وتيجي بعد كده. طول ما انت رايح اسكندريه مش هتعمل اي حاجه ثانيه ان شاء الله باذن الله. القطر بيقدم مستوى رفاهيات عالي جدا. النهارده بنتكلم عن مقاعد مريحه جدا، بتقدر ان انت تتحكم في ارتفاعها زي ما حضراتكم شايفين. الكرسي تقدر تتحكم فيه، سواء انك تخليه مرتفع كده او انك تنزل بيه لتحت تحس ان انت نايم شويه. كمان حجم الشبابيك بيعتبر كويس جدا وبيوفر مستوى رؤيه جيد لاي حاجه موجوده خارج القطر. واتمنى طبعا ان يفضل طبعا الازاز من الداخل او من الخارج نضيف علشان يفضل الرؤيه واضحه بالشكل دوت. في طبعا شاحن USB موجود، وكمان بنتكلم طبعا عن مستوى ثبات عالي جدا مع السرعه التشغيليه اللي بتوصل ل 160 او 170 على ما اتذكر. القطار طبعا بيوفر مستوى ثبات مثالي عن طريق استخدام تعليق هوائي معين بيخلي طبعا الحركه بتاعه القطار على القضيب ما تتنقلش للي قاعد داخل القطار. كمان اللي عرفته ان العربات كلها متوصله بنظام تعليق واحد، بعكس القطارات القديمه اللي بيكون كل عربيه مستقله بذاتها في نظام التعليق. النهارده طبعا حجزنا تذكره درجه اولى عشان نبدا نشوف اعلى مستوى موجود في القطر ايه. الدرجه الاولى سعرها 200 جنيه والدرجه الثانيه سعرها 150 جنيه. هو غالبا ما فيش حاجه لسه حطوها لحد دلوقتي غير الفيديوهات بتاعت انجازات الهيئه. هي الانجازات كويسه وكل حاجه، بس كان مفترض نلاقي اي فيديوز او افلام، حتى لو افلام قديمه نتفرج عليها. زي ما حضراتكم شايفين، وانت طبعا بتقدر من خلال الشاشه اللي موجوده فوق ديت انك تتابع السرعه التشغيليه ورقم العربيه وكمان الGPS، المكان اللي احنا موجودين فيه على الخريطه بالظبط. هنا في القطر هتحس ان انت في طياره مش في قطر عادي. عشان كده النهارده احنا طلبنا وجبه من الوجبات اللي بتتقدم هنا، واللي اعتقد ان هي شبه وجبه الطياره. خلونا نشوف الوجبه فيها ايه ونجربها وننقل راينا فيها لحضراتكم. زي ما حضراتكم طبعا شايفين هي وجبه متكامله كمان سخنه. احنا هنا عندنا نص فرخه اعتقد انه مشوي، ورز بسمتي، وهنا البطاطس والمشروب وقطعتين خبز والطحينه ديت. خلونا نجرب الوجبه وننقل التجربه لحضراتكم. للاسف احنا كنا ناويين هناك ناكل اكله سمك عند اشهر محل شعبي موجود في اسكندريه. هنخليها طبعا في حلقه تانية ان شاء الله، عشان النهارده احنا هنا اكلنا الوجبه بتاعت القطر ان هي اولى ان احنا نجربها وننقلها لحضراتكم. الوجبه طبعا طعمها جميل جدا، وكمان الكميات بتاعتها اكبر بكتير من اي كميات وجبه بتكون موجوده على الطياره. كمان في بوفيه هنا طبعا هنبدا نقوم نعمل جوله في القطر ونستعرضه مع حضراتكم، وحمام المفترض ان المستوى الخدمه او النظافه فيه كويسه جدا.
خلونا ندخل جوه الحمام ونجربه ونشوف شكله عامل ازاي. ده الشكل بتاع الحمام. طبعا عندنا تحت هنا ده الحوض ودي القعده. طبعا حاجه ما استخدمتش قبل كده فاكيد مستوى النظافه بتاعتها عالي، فده الوحيد اللي ممكن الواحد يستخدمه بره وهو مطمن. ده هنا القعده طبعا نفس النظام بتاع الطياره، اعتقد ان في شفط. زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هنا طبعا الطاوله ديت خاصه بتغيير للاطفال الصغيرين، وزر الكبس، وهنا طبعا الصابون واكيد موجود، والميه كمان اللي في الحوض بسنسور. اول طبعا ما بتخش هنا بتبدا تقفل الباب بالكامل كده وتعمل اغلاق. هنا طبعا اكيد هنلاقي مناديل، الحمام طبعا لسه جديد واتمنى يفضل كده على طول. وهنا طبعا اكيد لازم هنلاقي مرايه موجوده المكان ده لو هتعلق اي حاجه عليها. زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا المخرج بتاع الطوارئ او الباب اللي بنخش منه طبعا وانت جاي تركب القطر. خلونا نروح نستعرض البوفيه ونشوف فيه. كل حاجه طبعا موجوده، وجبات كل حاجه. انا جربت الوجبه كويسه جدا، مشروبات سخنه كل حاجه. لا تعالى معانا. لا ده انا اقدر. تعالى معانا اتفضل. زي ما حضراتكم شايفين غرفه كامله لمراقبه القطار وموظف قاعد علشان يراقب كل حاجه. اعتقد هتحس بالامان، مفيش اكتر من كده امان. ايه الاول يا باشا؟ تمام، ربنا يوفقك. زي ما حضراتكم شفتوا ده القطر. هنا طبعا في مجموعه الكراسي ديت اللي اعتقد ليها استخدامات للمعاقين. احنا هنا حرفيا بنتكلم عن مستوى طياره مش قطر عادي. البعض ممكن يفكر ان القطر فاضي، لكن القصه ما فيها ان العربيه دي الوحيده اللي كده، باقي العربيات مليانه على اخرها. سايبينها ليه بالشكل ده ما عنديش فكره، بس فعليا عشان في اللي هيخش انا عارف في الكومنتات هيقول لك ليه القطر فاضي. لا، القطر كله محجوز. العربيه اللي انا سايبها وقعت فيها ما كانش فيها كرسي واحد فاضي. فاتمنى حاجه زي كده تبدا تتعمم في مصر. مصر كده كده فيها مستويات كتير من الناس، كل واحد طبعا حسب دخله المادي بيناسبه حاجه معينه. الاهم طبعا ان ما يتمش اهمال القطارات التانية اللي هي طبعا اقتصاديه واللي هي الغالبيه بتركبها. واللي طبعا انت حتى مهما كان مستواك المادي المتوسط مش هتقدر تركب القطر ده كل يوم. انت كده كده طبعا محتاج قطر اقتصادي تاني تبدا تركبه كل يوم. تقريبا في خلال 2.5 ساعات وصلنا اسكندريه. انا ما حسيتش ان انا سافرت. القطر هيبقى مناسب جدا مع عوده حركه السياحه باذن الله، ان يشمل كل المحافظات بالذات الاقصر واسوان. طبعا السياحه بالنسبه لها حاجه زي كده تعتبر مشجعه جدا. كمان المصريين اللي عندهم القدره ان هم يركبوا القطر، هو السعر ما يعتبرش غالي لو حد مرتاح ماديا، لكن لو حد بيركب قطارات اقتصاديه كويس جدا ان هم لحد اللحظه ديت مهتمين بيها وبيبداوا يحدثوها. ربنا يسهل الكلام ده كله يكتمل بان الوضع الاقتصادي يبدا يتحسن ونبدا نحس شويه بثبات. اتمنى طبعا الناس تحافظ على النظافه والرفاهيات اللي موجوده في القطر واللي انا شايفها ديت. اخيرا وصلنا اسكندريه باحدث قطار انضم لسكك حديد مصر، القطار الاسباني اللي ما حسيتش فيه ان انا سافرت خالص. حرفيا هتحس ان انت ما اتحركتش من البيت اساسا. القطر طبعا مستوى الرفاهيه فيه عالي جدا. ثانيا اهم حاجه في القطر او في السفر الخاص بالقطر الثبات، مستوى الثبات عالي جدا، فعشان كده مش هتحس ان انت سافرت اساسا. تجربه جميله جدا، جربوها. ممكن طبعا لو مادياتك مش عاليه على الاقل لما تيجي مسافر سفريه ممكن تدلع نفسك في مره وتركبه.